مشاهدي الكرام، اصب عليكم بالخير واصب على الزملاء في الاستديو، كل من يشاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتي. مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مزارع العبدلي. مثل ما احنا عارفين ما شاء الله مزارع العبدلي توفر المواد الغذائيه للمواطن والمقيم. معنا المزارع سالم الكندري، مزارع كويتي في منطقه العبدلي، وعنده ما شاء الله هالمزرعه الطيبه اللي ما شاء الله توفر جميع المواد الغذائيه. اخوي سالم، صبحك الله بالخير ويعطيك العافيه وعساك على القوه. نصبح عليكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى الجميع إن شاء الله. اخوي سالم الكندري، مزارع كويتي ما شاء الله، عندك هذه المزرعه الطيبه عسى الله يهنيك فيها. ودنا نتكلم عن دور المزارع الكويتي بالاهتمام بالزراعه والانتاج المحلي. أول شيء دور المزارع دور أساسي بالكويت بأمن الغذائي، يعني صار يعني شيء يرد شيء حق الديرة الحبيبة من منتجات، سواء كان بالصيف بالشتاء يعني على دور مدار السنة. وبالكويت هنا صارت صناعة، يعني الزراعة صارت صناعة من عدة أسباب. الطقس يعني قاعد يحارب الطقس ويحارب الأجواء هذه، يعني شايفين الجو الغبار الجو الحار والبرد هذه كلها، ورغم هالظروف قادر ينتج ويعطي السوق المحلي يغطي. لو نتكلم اخوي سالم عن المزرعه اللي احنا فيها موجودين، شنو فيها من مواد غذائيه توفرها للمواطن والمقيم؟ دورنا انا عندنا كل مزارع له سياسه، احنا سياستنا السله المتكامله، على قدنا نسوي سله متكامله، بس الاجواء طبعا المواسم تحكمك. الحين حاليا عندنا الخيار والفلفل والباذيان، وهذه اللي منتجات الوقت الحالي. طول السنه عندنا احنا السله الكامله من كل شيء، يعني تقريبا نوفرها يعني. نعم، احنا نشوف ما شاء الله، يعني انت قبل شوي تراوينا عن الخيار، يسمونه الخيار الصغير، يعني هذا ما شاء الله الخيار صغير، يعني مو متوفر بالسوق، لكن انتم ما شاء الله هني مزرعتكم توفرون هذا الخيار. حتى يمكن كانت عندك بعض خيار موجوده، وحتى نراويها للمشاهد الكريم الخيار هذا الصغير حتى نوضحها للمشاهد الكريم. اي نعم، هذه هي الخيار البيبي. ثقافة العالم شوي قاعد تتغير، يعني قبل كان كل شيء الكبير، يعني حتى الرقي وهذا. الحين فصارت السياسة، دخلت السياسة السناك، يعني البيبي، الطماط الشيري، الرق البيبي، الخيار البيبي، الكاروت البيبي. فهذه شوي شوي قاعد ندخلها السوق، والحمد لله تقبلها السوق بشكل كبير، يعني وايد عليها صار طلب، ومنتج يعني وايد جميل وايد حلو كمنتج. لو نتكلم عن رغم الظروف الحاليه، يعني لكن المزارع الكويتي ما شاء الله قادر انه يتغلب على هذه الظروف، يوفر هذه المواد الغذائيه. الحمد لله عندنا شوي بالكويت كل شيء متوفر، يعني اللي عندنا مشكلتنا احنا بالبلاستيك يعني من الرياح والغبار هذه، بس الحمد لله في البدائل على طول الشركات متوفره وتوفر لنا هذا، فقادر المزارع يعني يتمكن من هالشغله هذه. لو نتكلم كذلك انه يعني شنو الخضره، مثلا نقول الزراعات الصيف بالشتاء، يعني خلال هذا الوقت شنو يعني تنصح حتى المواطنين اللي موجوده عندكم في هذه المزرعه؟ القرعيات صيفيه، القرع، الرقي، عندك الخيار، عندك البيديان، الفلفل، يعني هاي تتحمل حرارة الجو، لأن جونا شوي يعني نكون صارحين، جونا حار يعني بزيادة. المنتجات الشتوية الطماط، عندك الفلفل، في أنواع من الفلفل، يعني شوية تكون تبي الجو البارد، يعني هاي تبي لها برودة، تكون موسم الشتوي إن شاء الله. المزارع سالم الكندري مزارع في منطقة العبدلي، وهالمزرعة الطيبة هذه، لكن ودنا نتكلم يعني بسؤالنا الأخير عن لديكم عمالة كافية، تطبيق الإجراءات الصحية، تدري يعني تطبيق الإجراءات الصحية أمر مهم جدا يعني مصلحتكم ولمصلحة العمالة اللي موجودة. أكيد هذا شيء أساسي، عند العمال ما تطلع، عند السايق هو اللي يروح ينزل يوصل ويرد، هو اللي مختلط، وهو غرفته السكنة بروحه، والحمد لله فحص دوري عنده، يعني كل بين فتره وفتره، يعني اي اعراض ولا شيء على طول ينعزل، وهو اساسا معزول، يعني انا محطي غرفته بروحه لانه ما يحتك، لان تدري اذا العامل ينصاب كلهم بينصابون، يعني سكن كل غرفه فيها 3 أشخاص، فبيعادل الكل، فنكون حريصين بهالشيء هذه، وعمالتنا ما يعني موجوده دائما بالمزرعه. احنا نقول الله يعطيكم العافيه وعساكم على القوه، هالجهود الجباره تقومون بتوفير المواد الغذائيه للمواطن والمقيم. اخونا سالم الكندري المزارع الكويتي، عساك على القوه. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا البث الحي المباشر من مزارع العبدلي، وشاهدنا معاكم المزارع الكويتي يقوم بتوفير المواد الغذائيه للمواطن والمقيم. راح نرجع للزملاء لتكمله فقرات برنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.